ازيكم عاملين ايه؟ في الفيديو بتاعي النهارده هقولك اسهل طريقه للتشيز كيك. ومن بعد ما هتجربيها مش هتجيبيها من بره خالص، حتى لو انت مش بتقدري تجيبيها من بره هتعتمديها وتعمليها على طول في البيت بدون كريمه خفق وكمان بدون فرن. يلا نبدا بالوصفه. معايا هنا هوت حوالي 200 جرام من البسكوت، بسكوت الشاي العادي بدون اي نكهات خالص. طحنته كويس جدا في الكبه وضفت عليه نص كوبايه من الزبده المذابه. هقلبهم كويس جدا جدا مع بعض لحد ما البسكوت يبقى زي الرمله المبلوله وهنمسكه يتماسك معانا، فهو ده اللي انا عايزاه. هجيب بعد كده الصينيه بتاعه التشيز كيك وهبتدي ان انا احط فيها ورق فاكيوم بالشكل دوت، عشان دوت اللي بيخلي لي شكل التشيز كيك في الاخر متناسق ومتماسك، ما فيهوش اي حاجه مش مظبوطه. هبتدي ان انا اعمل حواف كده بسيطه صغيره في الطروف بتاعه الصينيه، وهبتدي ان انا اساوي البسكوت كله بكوبايه زي ما انت شايفه كده. بعد ما هسويها هدخلها الفريزر حوالي 10 دقايق لحد ما هكون الكريمه بتاعت التشيز. معايا كوبايه من الكريم شانتيه، هضيف عليها كوبايه من الحليب، هضيف عليها كمان كوبايتين من الزبادي العادي اللي احنا بنجيبه. هضيف عليهم 4 أو 5 جبنه كريمي العاديه، ومعلقه من الكاسترد. هضيف بقى عليهم كمان علبة من القشطة ديت اللي هي المبسترة، بتتباع في كل محلات الألبان، هتلاقوها بكل سهولة. وكمان ضفت عليهم 3 معالق كبار من السكر البودرة. هي ديت الكريمة اللي احنا هنعملها النهاردة في التشيز كيك يا جماعة. اقتصادية جدا 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 والطعم روعة فوق ما تتخيلوا، وانا واثقة متأكدة ان كل اللي هيجربها هتعجبه جدا جدا جدا. هنبتدي ان احنا نضربهم مع بعض كويس جدا بالشكل دوت حوالي 5 دقايق لحد ما المكونات كلها تدخل مع بعضها، وكمان الكريمة تعمل معانا فوم. طيب ايه اللي هيمسك لنا الكريمة ديت؟ هي معلقتين كبار من الجيلاتين، هضيف عليهم حوالي نص كوباية من المية، وهبتدي ان انا اقلبهم كويس جدا جدا مع بعض. بصوا هيبتدي ان هما يتماسكوا كده هوت، بس طبعا احنا مش هننزلهم على الكريمة بالشكل ده، احنا هندوبهم على النار او هنحطهم في الميكروويف 30 ثانية هيطلع معانا بالشكل ده. هبتدي ان انا انزلهم واحدة واحدة على الكريمة بتاعتنا بالشكل ده، وهقلبهم حوالي دقيقتين مع بعض، وبكده تكون الكريمة بتاعتنا جاهزة. طيب بعد كده هعمل ايه؟ هبتدي ان انا اقلب بالمعلقه بطريقه عشوائيه كده هوت بالراحه، عشان بس لو في اي فقاعات من الهواء تخرج منها. طلعت البسكوت من الفريزر وهبتدي ان انا احط نص الكميه او ربع الكميه. هنا بقى يا جماعه الطعم اللي انت بتحبيه هتقدري تحطيه. انا طبعا عامله هنا هوت صوص فراوله، صوص الفراوله دوت انا عاملاه في البيت بجد في منتهى الجمال، مش بجيب جاهز خالص. هبتدي ان انا احط بطريقه عشوائيه كده في الكريمه، وبعد كده هبتدي احط كريمه تاني، وهحط كمان حبه من صوص الفراوله زي ما انتوا شايفين كده. دي فراوله الموسم بتاع الفراوله اول ما بيجي بعمل على طول منه صوص وبحطه منه في الفريزر، لانه بينفعني جدا في الصيف في اي طرد بقى عملتها، اي تشيز كيك بجد بيبقى في منتهى اللذاذه يعني، احسن مليون مره من الجاهز. هحط بقيه الكريمه كلها بالشكل ده زي ما انتوا شايفين، مش هخلي اي حاجه خالص في الصينيه. وبعد كده هدخلها الفريزر او التلاجة، يعني لو هتحطيها في الفريزر هتسيبيها بالظبط ساعه هتتماسك وهتبقى بالشكل ده، لو هتحطيها في التلاجة هتسيبيها لا يقل عن 6 ساعات زي ما انتوا شايفين كده. هنبتدي بقى ان احنا نطلعها من القاعدة، وهنبتدي ان احنا نشيل منها ورق الفاكيوم زي ما انتوا شايفين كده. ورق الفاكيوم يا جماعة بيخليها ناعمة جدا من الجناب وما فيهاش اي حاجة خالص بارزة او اي حاجة مش مظبوطة. بصوا الشكل عامل ازاي. عايزه اقول لكم ان الصينيه ديت هتجيبوها من بره غاليه جدا، لكن انت هتعمليها في البيت بكل سهوله ومش مكلفه خالص. اتمنى ان انتوا تجربوها وتقولوا لي ايه رايكم فيها. وبكل سهولة برضو مش هنحط فيها اي حاجة خالص غير صوص الفراولة برضو دوت اللي انا عاملاه، اللي انا حطيته في الحشوة. بصوا يا جماعة الصوص ده بجد حكاية، وحياة ربنا طعمه تحفة جدا. هنبتدي ان احنا طبعا نحطها على الوش بتاع التشيز كيك بالشكل ده. عايزه اقولك على حاجه بقى، لو انت مش حابه ان انت تعمليها بصوص فراوله ما تحطيش في الحشوه من جوه ما بين طبقات الكريمه، ما تحطيش صوص فراوله، وتقدري بقى في الاخر خالص تقطعيها سلايز، وكل سلايز بقى تحطي مره عليه كراميل، عايزه تحطي لوتس، عايزه تحطي وايت شوكليت او دارك شوكليت زي ما تحبي بالظبط. بس احنا طبعا بنحبها بالفراوله فغلفتها كلها من فوق بالفراوله بالشكل ده.
هنحط عليها بقى الصوص. بس بقى عايزه اقولك على حاجه، انا طبعا كنت حطيت الصوص كله عليها من فوق، وطبعا يعني احنا ما اكلناهاش كلها في يوم واحد. فطبعا اخدنا منها الجزء اللي احنا اكلناه، واتبقى على الجزء التاني الفراولة. فلما دخلتها التلاجة فالصوص لونه اتغير. فمن الافضل ان انتي وقت التقطيع او انتي لما تيجي تاكليها تحطي على الجزء اللي انتي هتاكليه بس صوص الفراولة، او اي توبينج تاني انتي بتحبيه حطيه عليها وقت الاكل بس. هبتدي بقى ان انا اقطعها معاكم ونشوف مع بعض شكلها من جوه عامل ازاي. بجد يا جماعه كان طعمها في منتهى الجمال، وما تفرقش اي حاجه عن الجاهزه خالص. انا واحده من الناس من عشاق التشيز كيك، وخاصه البارد، لان اللي بيبقى على السخن اللي هو تشيز كيك نيويورك بيبقى تقيل جدا جدا جدا. فده بالنسبه لي اخف التشيز كيك، هتجربوه في البيت وهيطلع معاكم طعمه في منتهى الجمال. انا طبعا نسيت اقول لكم ان انتوا تحطوا لايك للفيديو، ولو الفيديو عجبكم اعملوا شير مع كل اصحابكم، وكمان لو اول مرة تشوفوني تابعوني عشان يوصل لكم كل جديد. بصوا بقى الجمال، بجد حطيت عليه صوص اكسترا فراولة، الطعم في منتهى الجمال يا جماعة. بجد والله انا واثقة ومتأكدة ان كل اللي هيجرب الوصفة ديت هتعجبه جدا جدا جدا، والاطفال بيحبوها قوي. بما اننا في الصيف بقى بنحب الحاجات الساقعه اللي ترطب علينا، يعني ما بنلجأش للحاجات السخنه دايما، لا بنبقى على طول عايزين الحاجات الساقعه الخفيفه اللي ترطب علينا في عز الحر اللي احنا فيه. بصوا الشكل بتاعها من جوه عامل ازاي. بس ودوت كده كان الفيديو بتاعي لتشيز كيك النهارده. اتمنى ان هو يعجبكم، واتمنى ان هو ينول رضاكم، واتمنى ان انتوا تدعموني بلايك وشير وتتابعوني. وبكده يكون الفيديو بتاعي النهارده خلص، واشوفكم تاني بفيديو جديد. باي باي.